المهندس عبد المنعم الشحات هيقول لنا رايه في نجيب محفوظ باختصار شديد، لان الوقت خلاص، وعايزين نسمع الدكتور، وعايزين نسمع الاستاذ ياسر، وعايزين نسمع الاستاذ جمال. انا هقول لحضرتك بقى كذا حاجه، كذا نقطه اللي في نفسي عشان نجيب محفوظ بس. كويس. نجيب محفوظ بس. كويس. انا سالت سيادتك عن نجيب محفوظ قلت لي ليه انا ضد نجيب محفوظ؟ انت مش ضده بس، انت موديه في داهيه. ما وديتش حد في داهيه، لو حد بيودي حد في داهيه. لا موديه في داهيه. انه داهيه دي؟ اتفضل حضرتك قول رايك. طب قول رايك في نجيب محفوظ. انا بقول ادب نجيب محفوظ ادب يشجع على الرذيله، ادب كله جوه اماكن المخدرات وشرب الحشيش، وكله جوه بيوت الداعرات. بقول روايه اولاد حارتنا روايه رمزيه فلسفيه فيها بعد الحادي، وده رايي ما حدش يقدر يحجر عليه. انا بس ما حجرتش. كويس. انا بس عشان البعض بيعتبر سيادتك مفيش حجر خالص. سيادتك يعني بتقول رايك. انا خليني، انا مش بقول على حضرتك، انا بقول هناك ناس في المجتمع يعني يقول لك ادي حريه، واللي عايز يقول، وتيجي بقى يعمل لك الهه ما انزل الله بها من سلطان. السؤال خلص خلاص. سيادتك اجبت عليه. اجاوب على خلص. على بعض الحاجات السريعه. لا مش هنجاوب على الحاجات الثانيه. لا من فضلك احنا لسه هنكمل. حين تتولى الحكم كيف تتعامل مع ادب مثل ادب نجيب محفوظ؟ معلش سيبني انا بقى اسال، انا شو اشتغل شويه بقى. طيب هتعمل معاه ايه؟ كويس. هتمنع الكتب دي؟ خليني اديك اجابه عامه. لا ما فيش اجابه عامه. خليني، لا انا لازم اقول الاصل اللي ببني عليه الكلام. طب اتفضل. ماشي. احنا دلوقتي داخلين على مرحله كتاب الدستور. وزي ما اتفقنا الديمقراطيه مش اللي جابتني، زي ما البعض قال، الديمقراطيه التي تحترم الشريعه مقبوله، التي لا تحترم الشريعه غير مقبوله. وبرضه ما ترجعناش للموضوع ده خلاص. يعني والله انا بتكلم في نفس الموضوع. مش اللي جابتك اللي تحترم هنرجع تاني يا جماعه. لا خد بالك، وانا بس هكمل سؤال برضه عشان برضه يطمنوا اكتر. انا قلت قبل كده لو افترضت جدلا يعني ان وجد دستور لا يحترم الشريعه والشعب وافق عليه في الاستفتاء، ده جدلي تمام يعني، قال لا ما انت عارف سيادتك ده مش هيحصل. انا بقول بشوف، انا عايز ابقى سيادتك بتبعدنا ليه كده؟ اكمل الاساس النظري اللي انا ساعتها هنسحب من الحياه السياسيه بس عشان اطمن. الماده الثانيه موجوده في الدستور ولا يستطيع احد ان يقترب منها. خليني اطمن. مش انت قلت لي طمن الناس؟ انا بطمنه اكتر. ايوه بطمنه الحاجه يعني بفرض فرض مستحيل. خلينا في الاشياء المنطقيه اللي هتحصل. طيب ليه مستحيل؟ ليه فرض مستحيل؟ خلينا في الواقع. طب ما خلينا نطمن الناس. اتفضل خلينا في الواقع. انا بديله هو يهمه الكلام ده. سيادتك كيف هو يهمه يا جمال؟ مش هينفع يهمه جدا. طب اتفضل. انا بقول ده انا بدي فرض بعيد خالص. لو ان الشعب وافق في استفتاء شعبي على دستور يهدر الشريعه، انا هقول للناس خلاص تاني يا باشمهندس. انا بقول لك طب خلاص خلصنا. طب عايزين بقى دستور يحترم الشريعه صح ولا مش عايزين؟ موجود الدستور اللي بيحترم الشريعه. عمل شعب دستور يحترم الشريعه وخلص. وعملنا دستور يحترم الشريعه، مش ده بيظهر اثره على القوانين؟ ايوه طبعا. بس كده بيظهر اثره على القوانين. ساعتها بقى احنا بنعتبر انفسنا مهمتنا انتهت بتثبيت هذه الماده. كويس. بعد كده الناس شايفه لما تيجي تقول هل يجب على الدوله ان تمنع ادب الالحاد؟ والله يسالوا مجمع البحوث الاسلامي. لو مجمع البحوث يعني اذا الاجابه اللي عايزين نوصل لها بعد يعني مشوار طويل. نجيب محفوظ هتمنعوه لو بيدك استنى ولا لا؟ استنى انت هتعرض هذا الادب على مجمع البحوث الاسلامي. بالضبط كده. تمام كده. خلص دكتور اكرم اتفضل. انا يعني حاسس ان